السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده ببيضة واحدة بس هنعمل 13 قطعة من الكب كيك. بتشتروه من بره غالي جدا وبجد بيبقى تكلفته عالية قوي. النهارده بقى ببيضة واحدة هعمل معاكم العظمة اللي انتوا شايفينها دي. تنفع بقى للفطار، تنفع لللانش بوكس للأولاد في المدرسة، تنفع تعملوها كده كسناك، هتنفع معاكم في أي وقت، وكمان ممكن تحتفظوا بيها وفي أي وقت تطلعوها من الفريزر وتكون جاهزة معاكم. يلا بينا نبدأ مع بعض الطريقة. لو انتوا أول مرة تشوفوني ما تنسوش تعملوا لي اشتراك للقناة وتفعلوا زر الجرس علشان خاطر يوصلكم كل وصفاتي. طبعا بقى مش قادرة أقول لكم هي هتطلع معاكم هشة قد ايه كده زي ما انتوا شايفينها. في الخلاط بضيف نص كوباية من اللبن، واللبن بيكون بدرجة حرارة الغرفة، وطبعا كل المكونات اللي بستخدمها بتكون برضو بدرجة حرارة الغرفة. معايا كوباية الا ربع من السكر، وكمان نزلت عليهم ببضاية واحدة بس متوسطة. عشان البيت طبعا بنضيف كيس من الفانيليا بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، وكمان بضيف نص كوباية من الزيت ورشة خفيفة جدا من الخل علشان خاطر الزفارة بتاعة البيض. بضرب بقى كل المكونات دي مع بعضها في الخلاط كويس جدا لحد ما السكر بتاعي يدوب. بكون ضايفة بقى ايه معايا كوباية من الدقيق ضفتها وبنزل عليها كده بالخليط. احنا في الوصفة دي هنستخدم بالظبط كوبايتين من الدقيق، ممكن كوبايتين كده الا معلقة كبيرة. كمان ضفت عليها معلقة كبيرة من الكيك شيف، وبضرب بقى كده بالمضرب اليدوي زي ما انتوا شايفين. بس دايما في خليط الكيك اتعودوا ان انتوا ما تحطوش الدقيق كله مرة واحدة عشان تعرفوا تظبطوا القوام بتاع الكيك بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. هنا بقى الكوباية التانية ببدأ ان انا اضيفها اهو بالتدريج بالشكل ده. ضفت نصها وبعد كده هرجع تاني اضيف شوية شوية بالتدريج. طبعا الكوباية اللي بنستخدمها هي كوباية واحدة بس، بنعاير بيها كل المقادير بتاع الكيكة علشان خاطر تطلع مظبوطة معانا، وبقلب في اتجاه واحد بس علشان خاطر الكيك بتاعي يبقى مظبوط وما يخشهوش اي كمية من الهواء والكيك بتاعي يطلع مظبوط. بقلب بقى في اتجاه واحد كده زي ما انتوا شايفين. والقوام بتاعي طبعا بيكون تقيل، قوام الكب كيك لازم بيكون تقيل مش خفيف خالص. لو عملتوه خفيف هيطلع معجن معاكم ومش هيكون مظبوط. فالقوام بتاعي بيكون تقيل بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. هو ده القوام بتاعي اللي احنا عايزينه بالظبط. يلا بينا بقى نبدأ ان احنا نقسم الخليط ده لجزئين علشان خاطر طبعا هنعمل شوية بالشوكولاتة ونعمل شوية بالفانيليا. لو انتوا طبعا بتحبوا الفانيليا هتسيبوه زي ما هو كده. ضفت بقى نص الكمية كده من الخليط بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، وبضيف عليه معلقة كبيرة من اللبن. وعلشان خاطر طبعا هنضيف كاكاو فانا ضفت معلقة كبيرة من اللبن، وبقلبهم كويس جدا ويكون الخليط معايا جاهز. معايا بقى هنا الكب بتاع الكب كيك، وطبعا انا معايا هنا سيليكون، ممكن تستخدموا اللي هو الورق المتاح عندكم. انا بصراحة بحب ان انا استخدم السيليكون ده، بيكون حلو جدا والكب كيك ما بيلزقش فيه تماما. بدهنه بقى كده دهنة خفيفة كده بالفرشة من الزيت، وعلى طول بوزع بقى الكمية بتاعتي بتاع الكب كيك كده. طبعا بوزعه بمعيار واحد بس كده علشان خاطر كله يطلع معايا متساوي، وعلشان خاطر تتأكدوا ان هو كله متساوي معاكم لو عندكم المعلقة بتاعة الايس كريم ممكن تصبوا بيها الخليط زي ما انتوا شايفين كده. انا استخدمت المعيار ده وصبيت بيه الخليط كده زي ما انتوا شايفين. بزين بقى بقطع شوكولاتة، ممكن تزينوا بقطعة شوكليت شيبس، ممكن تزينوا بمعلقة صغيرة كده من مربى الفراولة، ممكن تزينوا بأي نوع شوكولاتة أو أي نوع مربى عندكم المتوفر عندكم استخدموه. ده الخليط بقى بتاع الشوكولاتة اهو، بقلبه برضو كويس جدا، وطبعا القوام بتاعه برضو بيكون تقيل بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. وببدأ على طول بقى ان انا اصبه في الكب. ممكن جدا طبعا ان انتوا تضيفوا نص فانيليا ونص شوكولاتة في الكب زي ما انتوا حابين. هنا انا بضيف كده حوالي نص معلقة كده من الخليط علشان خاطر ازين بيه كيك الشوكولاتة وبرده يديني شكل حلو بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. بكون مسخنة بقى الفرن قبلها على درجة حرارة 180 لمدة 5 دقايق. بتاخد معايا في الفرن حوالي 12 دقيقة بالظبط، مش اكتر من كده. يعني بتاخد معاكم من 10 دقايق ل 12 دقيقة بالظبط. بنضيف الصينية في الرف الأوسط ودرجة الحرارة بتكون على 180. بيطلع معايا بقى الكب كيك بالشكل الخطير اللي انتوا شايفينه ده. عايزة اقول لكم وانصحكم بجد ان انتوا تزودوا الكمية، لان ده اول ما تطلعوه ويطلع معاكم بالحلاوة اللي انتوا شايفينها دي هتقوموا على طول تعملوا غيره.
طبعا المنتجات في المحلات بقت غالية جدا، فبنوفر على نفسنا ونعملها في البيت علشان خاطر تطلع معانا بالشكل الخطير اللي انتوا شايفينه ده. طبعا علشان خاطر تتأكدوا ان الكب كيك استوى معاكم تماما، بخلة السنان او خلة الشيش طاووق بتدخلوها كده، ولو طلعت معاكم نضيفة يبقى كده استوت معاكم تماما. عايزة اقول لكم بجد بقى طالعة معاكم هشة جدا، كلها سوا واحد زي ما انتوا شايفين كده. لو اديتوها لاولادكم في اللانش بوكس او حتى قدمتوها للضيوف بتاعتكم بتكون مميزة جدا مع كوباية الشاي بلبن بقى او النسكافيه. هستنى منكم ان انتوا تجربوها وتكتبوا لي رأيكم في الكومنتات. لو انتوا اول مرة تشوفوني ما تنسوش تعملوا لي اشتراك للقناة وتفعلوا زر الجرس علشان خاطر يوصلكم كل وصفاتي. وما تنسوش دايما ان مع بوسي طه دايما حلاوتها في تتبيلتها. وانتظروني ان شاء الله في فيديو جديد ووصفة جديدة.